اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ معانا الشعريه باللبن. هنعمل شويه شعريه باللبن كده بالليل، في الليل الدافي. الليل يا جماعه بيبقى تلج تلج، بس هتاكلي الاكله دي يا جماعه والله العظيم هتبقي بصي فرن. هتبقي فرن. تحطي كده حته سمنه حلوه، لو عندك زبده، عندك سمنه بلدي، عندك سمنه عاديه، اي حاجه شغال يعني. بتحطي عليها ايه؟ السكر اللي انت حسب ما انت ما بتحبي يعني. يتكرمل كده مع الايه، مع الشعريه وهي بتتحمر. تمام. انا عن نفسي بحب الشعريه متحمره شويه يعني، تبقى غامقه شويه، محبهاش تبقى فاتحه. ماشي. بتعملي بقى، بتفضلي ان انت تقلبي 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 ايه الشعريه مع السكر لحد ما تحسي اللون اللي انت تحبيه. كل واحد وحسب ما هو بيحب الشعريه بتاعته تبقى عامله ازاي. بس بعد كده تنزلي بكوبايتين من الميه. بصي هتحسي الشعريه قفشت منك كده عشان خاطر ايه؟ السكر. علشان السكر المتكرمل. عادي شويه شويه هتلاقيها فكت من نفسها خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر، بالله عليكي تشتركي في القناه وتدوسي لايك. بصي بقى هنا اتشربت خالص الميه بتاعتها. تمام. تنزلي بكوبايتين من الحليب، لبن الحليب. تمام. ولو عندك كريم شانتيه، معلقه كريم شانتيه، عندك قشطه معلبه، عندك قشطه بلدي عادي، اللي متاح عندك تحطيه. كل ده بيزود القيمه الغذائيه يعني بتاعتها. انا كان عندي وش اللبن فحطيت. دي سنه قرفه. سنه القرفه بتنقلها يا جماعه والله العظيم في حته تانية، بتخليها طعمها وريحتها تحفه. يعني في ناس بيحطوا ايه فانيليا، بس انا عن نفسي بحط قرفة بس. وانتي بقى تزينيها حسب ما انتي ما بتحبي. تمام. هنا كانت انا زودت لها حليب تاني على فكرة. يعني انا حسيتها كده ان هي ماسكة، بس حطيت لها شوية حليب كده على الوش، وزودت في الحلة تاني لبن. بص بقى، وانت التزيين حسب ما انت ما بتحبي اللي انت عايزاه زيني بيه. انا كان عندي هنا جوز هند وزبيب بس. وتزينيها أكلة خفيفة وجميلة هي تحلية، هي يعتبر تحلية مش أكلة على فكرة، بس تنفع فطار وتنفع في العشاء. جميلة جدا والله، جربوها بإذن الله هتعجبكم. تحفة والله يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.